هاي، أنا غرام، والنهاردة أول حلقة من سلسلة حلقات وعي اللي هنتكلم فيها عن موضوع بيمس ناس كتير جدا. ممكن تكون أنت أو أي حد من حواليك، وهو الصحة النفسية والمرض النفسي. وده لأن ناس كتير جدا بتخلط بين المصطلحين على الرغم من الفرق الكبير اللي بينهم واللي لازم نعرفه. الصحة النفسية هي إنك تكون شخص متزن نفسيا، عاطفيا، اجتماعيا، قادر تواجه ضغوط الحياة وتكون علاقات سوية وكمان تاخد قرارات سليمة. فالصحة النفسية هنا مش معناها إن حياتك خالية من المشاكل، ولكن معناها إزاي تقدر تتعامل صح مع المشاكل. زي شخص عنده ضغوط كتير في حياته العملية لكنه قادر يفصل ويرجع يتعامل بهدوء. شخص تاني عنده تحديات شخصية لكنه قادر يحافظ على علاقاته الاجتماعية. المرض النفسي ده شيء مختلف تماما، فهو حالة اضطراب بتأثر على سلوكك، مشاعرك، تفكيرك، وده مش ضعف خالص، ولكنه حالة زي أي حالة مرضية بتحتاج لعلاج. والأمراض النفسية زي الاكتئاب، وهنا مش مجرد الشعور بالحزن ولكن الشعور الدايم بالعجز. القلق، وهو التوتر والخوف الشديد بدون تفسير. الانفصام، ودي حالة بتأثر على إدراك الشخص للواقع. أعراض الأمراض النفسية ممكن تتمثل في إيه؟ أول حاجة عجزك عن إن أنت تقوم بمهامك اليومية زي الشغل والدراسة، العزلة والتغيرات الواضحة في الشخصية، وكمان الحزن الشديد بدون تفسير. الصحة النفسية زي الصيانة، لو مهتم بيها تقدر تواجه ضغوط حياتك، لكن لو حدث أي خلل أو مرض فالعلاج هو اللي بيرجع التوازن. وصحتنا النفسية نقدر نحسنها من خلال الرياضة، الأكل الصحي، وكمان التواصل والعلاقات الاجتماعية. لكن المرض النفسي فده بيحتاج للعلاج النفسي والأدوية، وده طبيعي جدا. وفي النهاية خليك فاكر إن الصحة النفسية مش مجرد رفاهية، دي أساس حياتنا. فلو حسيت إن عندك مشكلة نفسية مش عيب إنك تطلب المساعدة، لكن إزاي تعرف إن عندك مشكلة نفسية؟ ده هيكون موضوع حلقتنا الجاية، عشان وعي النهاردة أمان لبكرة.